اهلا بيكم في حلقة جديدة، والحلقة الخامسة من سلسلة حلقات انا شماس اللي بدأناها هنا على القناة، واللي من خلالها بنعرف ايه هو الشماس في الكنيسة، قيمة الشماس في الكنيسة. نعرف كمان الرتب الشماسية، اتكلمنا عن البطرس وعن الأغنسطس. النهاردة هنتكلم عن الرتبة الثالثة من رتب الشماسية، والرتبة هي الإيبوزياكون. كل ما يخص الرتبة إيه اللي بيتم في الرسامة، وإيه شروط الرسامة، وإيه أهم المهام اللي بيقوم بيها الإيبوزياكون في الكنيسة. نزل اعمل لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الإيبوزياكون هي كلمة يونانية مكونة من مقطعين، إيبو ومعناها مساعد، وزياكون هي كلمة يونانية معناها شماس. لو ضمينا ودمجنا المقطعين مع بعض هيدينا إبزياكون ومعناها مساعد شماس. طب هي الشروط المطلوبة لنوال نعمة الإبزياكون أو نعمة مساعد الشماس؟ أول شرط هو ألا يقل سن المتقدم عن 20 سنة. تاني شرط أن يزكى المتقدم من الشعب والإكليروس. الشرط الثالث والأخير أن يكون مشهود له بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة في الكنيسة. تقريبا معظم الشروط دي موجودة في معظم الرتب اللي اتكلمنا عنها في الشماسية. خلاص الشروط دي اتوفرت في شخص ما أو في شماس جاي من رتبة الأغنسطس عشان ينال نعمة رتبة الإيبوزياكون. ايه اللي بيتم في طقس الرسامة؟ طقس الرسامة زيه بالظبط زي طقس رسامة الأغنسطس، لكن بيختلف إن رسامة الإبيزياكون ما بيبقاش فيها لا وضع يد زي الإبسلطس، ولا بيبقى فيها قص الشعر زي رتبة الأغنسطس. لكن رتبة الإبيزياكون الرسامة فيها بتكون عن طريق الرشم، يعني الأسقف بيجي على رأس المتقدم لنوال النعمة وبيرشم 3 مرات بالصليب باسم الثالوث عشان يحل الروح القدس على المتقدم لنوال النعمة، ويبقى خلاص كده تمت رسامته إبزياكون في الكنيسة. طب خلاص تمت الرسامة ورتبة الأغنوصوس اترقى ونال نعمة إنه يكون إبزياكون في الكنيسة. إيه هي مظاهر اللبس اللي بيلبسها في الكنيسة؟ نفس طريقة لبس رتبة الأغنوصوس، ونفس طريقة لبس البطرشيل في رتبة الأغنوصوس اللي كنا اتكلمنا عنها بحلقة خاصة اسمها البدرشيل، ممكن ترجع لها. هي برضو الإبزياكون بيلبس البدرشين، بيحزم وسطه في لبس البطرشين زي رتبة الأغنسطس. وهنا معناه انه خلاص بقى مقيد بواجبات وبقوانين الكنيسة اللي لا مفر منها، وانه هيبدأ يعمل بقوانين الكنيسة وواجبات نوال النعمة الجديدة او واجبات نعمة البزياكون. مع ذكر الواجبات، طب ايه هي واجبات الابيزياكون؟ الواجبات هي واجبات الابسلطس وواجبات الاغنسطس بالاضافه للواجبات الجديده للرتبه الجديده. ايه هي واجبات الابيزياكون؟ لو حبينا نلخص مهمه او وظيفه الابيزياكون في الكنيسه هنقول ان هي حفظ النظام داخل الكنيسه، عن طريق ان هو بيقوم بحراسه ابواب الكنيسه من الهرطقه ومن الدواب ومن اي حاجه ما ينفعش تدخل للكنيسه. تاني حاجة ان هو بيقوم بتنظيم جلوس الشعب داخل الكنيسة، يعني بيقوم بتنظيم جلوس الرجال في أماكنهم، النساء في أماكنهم، الرهبان والراهبات. كمان بيقوم بتنظيم الشمامسة على حسب رتبها في الكنيسة. مش بس كده، كمان بيقوم بإيقاد سراج الكنيسة. بيهتم كمان بالمجامر والشموع أثناء وقبل بدء الصلوات. كمان اللي بيقوم بحفظ كتب الكنيسة وملابس الكهنة والخدام داخل الكنيسة، يعني بيجهز قراءات الكنيسة. آخر حاجة من وظائف الإبزياكون في الكنيسة وهو إنه الكنيسة اللي ما فيهاش زياكون بينوب عنه الإبزياكون. زياكون اللي هو الشماس الكامل، هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. نزل اشترك في القناة واستنى حلقة الزياكون. دي كانت مهام الإبزياكون داخل الكنيسة، والمهام دي طبعا بالإضافة زي ما قلنا لمهام الأغنسطس ومهام رتبة الإبسلطس في الكنيسة. آخر حاجة عايز أقولها عن رتبة الإبزياكون إن الإبزياكون ممكن أن يتزوج دون أن يفقد الرتبة. وبكده يبقى احنا عرفنا رتبة الإبزياكون في الكنيسة، وهي الرتبة الثالثة من رتب الشماسية. والإبزياكون هي رتبة كهنوتية زي رتبة الأغنسطس بالظبط. كده حلقتي خلصت، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت في سلسلة أنا شماس، حلقات كتير على القناة، حفظ ألحان موجودة برضو على القناة. انزل اعمل لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس، شارك الحلقة مع أصدقائك، اكتب لنا رأيك في التعليقات تحت. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.